خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة، قدمت مختلف الأطراف المتدخلة في عملية الحج من وزارة الشؤون الدينية ووزارة الصحة والخطوط التونسية آخر المستجدات والاستعدادات لإنجاح هذا الموسم من ظروف إقامة وتنقل وتوفير الإطار الطبي اللازم. هذا ومن منتظر أن تنطلق أولى رحلات الحجيج يوم غد الخميس من مطار تونس قرطاج الدولي. أكدت وزارة الشؤون الدينية أنه تم الانتهاء تقريبا من الاستعدادات الأخيرة لتأمين موسم الحج لأكثر من 10,000 حاج وحاجة، وتأمين الظروف المناسبة لإقامتهم بالبقاع المقدسة سواء بالفنادق أو المخيمات، والإحاطة بهم إلى غاية عودتهم إلى أرض الوطن. وأفادت الوزارة أن معدل أعمار الحجيج لهذه السنة بلغ 61 عاما. نحب نوفروا له أقصى ما يمكن من ظروف طيبة في ظروف صعيبة باش نقروا بها. هذه اليوم راهو مش يلقى روحه في صحيح حكينا عن نزل وإقامات ومكيفة وغيرها، ولكن راهو اليوم نلقاو روحنا راهو في ظروف تاع قرابة 2,500,000 حاج. هذه ناخذوها بعين الاعتبار رقيقة. أبد البعثة التونسية على استئجار الفنادق كان في المنطقة المركزية، ما نحبوش نخرجوا منها، باعتبار انه الحاج يحب يصلي الخمس صلوات تاعو في الحرم المكي وما ندخلوش الكهل نتاعو بيتنقل. هذا وتقدر البعثات المصاحبة للحجيج ب430 عضوا، من بينهم 75 عضوا تابعا للبعثة الصحية، حيث أشارت وزارة الصحة أنه تم توفير أطباء في مختلف الاختصاصات، إضافة إلى شحن أكثر من 3 أطنان من الأدوية. أطباء موجودين 12 معناه اختصاص، وخاصة في الاختصاصات اللي نستحقوها، اللي من أمراض قلب وأمراض الصدرية والجراحة والأمراض الإنعاش والاستعجالي. الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية أكد أن الشركة ستؤمن 84 رحلة ذهابا وإيابا إلى البقاع المقدسة، مشيرا إلى أن النيران التي اندلعت أمس بوحدة إنتاج تابعة لمقر الشركة التونسية للتموين أتت على 11,000 أكلة مخصصة للحجيج التونسي. وقع فتح تحقيق من سيد وزير النقل، وان شاء الله الاشكال اللي صار اللي هي معناتها اضرار ماديه كبيره برشا، الحمد لله ما فماش اضرار بشريه. واللي حبينا نقولوه ناكدوا عليه، حاولنا بجميع الوسائل باش نحضروا ان شاء الله 11,000 طعام اخر. وركز أغلب المتدخلين في الندوة الصحفية حول عرض آخر المستجدات المتعلقة بموسم الحج على تسعيرة الحج، التي اعتبر أغلبهم أنها مدعمة في تونس بطريقة أو بأخرى.